بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكون اجازة سعيدة عليكم وتستمتعوا بيها. البروجكت كله بيعبر عن السيميوليشن، وطبعا دي حاجة مهمة جدا جدا لينا. دي من اهم الحاجات اللي احنا ممكن نكون هناخدها في الكلية. آم، البروجكت ده يا جماعة يعني حاولوا تستفيدوا بيه على قد ما تقدروا، لانه يعني هيطلع امكانيات عالية جدا في كل واحد يعني. البروجكت ده يعني كله بيدور حوالين السيموليشن، ماشي. دكتور محدد لكم 23 مشروع. المشاريع دي كلها حاجات طبعا قوية جدا، يعني كلها بتتطبق في سوق العمل، بتتطبق في ابحاث علمية كتير جدا. هحاول على قد ما اقدر ان انا اوضح لكم الدنيا ماشيه ازاي وكده في المشاريع دي، وبنعمل ايه وازاي. اول حاجه، قبل ما نشوف المشاريع احنا عايزين نبص على الفريم وركس او السوفت ويرز اللي الدكتور منزلها لكم. الدكتور منزل يعني حوالي 10 فريم ورك، يعني اوبن نت واومنت ولاب فيو لورا نتورك نتسم. بصوا يا جماعه، يعني عشان بس تبقوا فاهمين حاجه، هو اهم اتنين في المشاريع دي كلها او اهم تلاتة، فهو اومنت، ماشي، ده رقم واحد، ولاب فيو، وجينيو راديو، تمام. واوبن نت ده ل... ل... لكذا مشروع هقول لكم عليه دلوقتي. وعندكم اينت. اينت ده هو اساسا جزء من اومنت. وعندكم اوبن وايرلس نتورك سنسور اللي هو اوبن دبليو ان اس، ده برضو بقى جزء من اومنت. فهو كلهم تقريبا بيندمجوا تحت اومنت. آم، فدي حاجة طبعا يعني مهمة لازم نكون عارفينها، ماشي. طيب ايه هو اومنت وايه اوبن نت والحاجات دي كلها هنعرف دلوقتي برضو. دي كده اول حاجة النتورك سيميوليشن تولز، تمام. اومنت عامة احنا بنشتغل بيه ان احنا بنعمل مكاتب معينة، بنعمل الرسومات معينة او 2D نودز او 3D. والحاجات دي احنا بنبدأ نحط لها بارامترز معينة، وبنبدأ ان احنا نشوف بناء على البارامترز دي احنا هيطلع لنا ايه، تمام. وطبعا بيستخدم بكثرة في مجال الكوميونيكيشن، هو اساسا معمول للكوميونيكيشن والتخصصات الكوميونيكيشن عامة، سيلولار واي او تي وغيره يعني. حتى السوفت وير ديفاين نتورك بقى جواه دلوقتي. فهو اومنت بقى جواه كل الفريم وركس اللي انت تتخيلوها، زي اي نت، زي اوبن فلو بتاع السوفت وير ديفاين نتورك وغيره، تمام. دي حاجه. اول حاجه، طيب هو احنا بس عايزين نفتح نشوف كده مشروع مشروع يعني ايه الدنيا بتاعته. ماشي، اول حاجه احنا ممكن نتكلم على مشاريع الجينيو راديو. يعني دول كده كلهم مفيش حاجة نقدر نطبقها في كجينيو راديو غير رقم ستة. رقم ستة بس هنا كوجنيتيف راديو نتوركس، ده هنقدر نعمله على جينيو راديو، ماشي. دي حاجة. الحاجة التانية، هننزل تحت في المشاريع دي. رقم 12 ده ليه حاجة خاصة بيه مختلفة تماما. رقم 14 بنتكلم في جينيو راديو، ماشي. رقم 19 و20 و21 دول بنتكلم برضو في جينيو راديو. يبقى احنا بنتكلم في جينيو راديو اي حاجة لها علاقة بالسبيكترم سينسينج، او بنتكلم عن او اف دي ام او لورا، تمام. دول كلهم بنتكلم فيهم على جينيو راديو، اوكي. طبعا في فيديوهات انا منزلها على التشانل بتشرح ازاي تسطب جينيو راديو. وطبعا يعني انا مش هشرح اي حاجه احنا ازاي نسطبها دلوقتي، انا بس بوريكم فكره عامه، ماشي. فهنشوف دلوقتي مع بعض كده يعني الدنيا ماشيه ازاي وكده، تمام. فاحنا الاول كده هنبدا ان احنا
افتح جينيو راديو، فهنلاقي يعني في كمية مشاريع كتيرة لها علاقة بالاو اف دي ام وغيره. احنا بس هنقفلهم حاجة حاجة. ده كده او اف دي ام، ماشي. ده كده مشروع او اف دي ام كامل، او اف دي ام مايمو. وهبعت لكم برضو يعني المشاريع دي للي محتاج. الجزء ده على فكرة المشاريع دي كلها شغالة يعني، غير بقى اللي انتوا كنتوا بتشتغلوا عليها قبل كده. ده كابل شغال، وبقدر ابعت داتا او غيره. بقدر اشوف حاجات مختلفة لكل داتا عاملة ازاي وكده. تمام. ف... فده من المشاريع اللي شغالة في الاو اف دي ام. طبعا في مشاريع تانية عندنا برضو. مايمو سيميوليشن ده بيشرح كله ليه علاقة ب OFDM برضو يعني. حتى انتوا مش عارف فاكرين ولا لأ، هتلاقوا عندكم هنا ال OFDM cyclic prefixer وغيره يعني. حتى الكارير الوكيتور. اظن الحاجات دي يعني عدت عليكم قبل كده بشكل او باخر. آه، ف فده كده من يعني المشروع ده كامل A to Z. مايمو اوف دي ام. ان شاء الله ممكن ابقى ابعت لكم الحاجات دي، بس يعني لما ارتبها كويس. دي كده بالنسبه للمشاريع ال اوف دي ام. طيب كويس. طب بالنسبه لمشروع لورا، فاحنا لورا ده اصلا هو ليه ليه فريم ورك او ليه مكتبه احنا بننزلها. هي اساسا بتبقى موجوده يعني. هو جينيو راديو داعم لورا اساسا في فيرجنز معينه. بس احنا لو مش مدعوم زي مثلا دي، احنا بنقدر ننزله عادي جدا. بنكتب SDR لورا وهنلاقيه طبعا. تمام. انا عامه انا حاططه لكم هنا برضو، لسه متحدث من اسبوع. ده جينيو راديو سوفت وير ديفايند نتورك امبلمنتيشن اوف لورا ترانسيفر. تمام. ده لورا كامل، بروجكت كامل برضو، بيشرح لكم كل حاجه بالتفصيل. تمام. وطبعا انتوا محتاجين ايه وغيره وازاي نسطبه. فالموضوع ده برضو لطيف يعني، مش هياخد منكم حاجة. تمام. فده كده بالنسبة للورا وبالنسبة للمشاريع اللي تتعمل على جينيو راديو. اوكي. في مشاريع من هنا الاوف دي ام مايمو يتعمل برضو على لاف فيو. ماشي. دي حاجة. تمام. ندخل في رقم 12 عشان بس نبقى قفلنا المشاريع دي. رقم 12 ده load balancing traffic offloading in heterogeneous networks. تمام. ده ليه برضو يعني حاجتين. اللود بالانس احنا ممكن نشتغل بيه بأومنت او اينت، او اول واحد عندنا هنا اللي هو الاوبن نت. ماشي. ف فاللود بالانسنج هو برضو ليه علاقة ب... بكذا حاجة يعني في المشاريع دي. الباقي كله بقى ده احنا بنشتغل بيه على اومنت. فاحنا بالنسبة لنا اومنت تقريبا اهم مشروع عندنا او اهم فريم ورك عندنا. فهنبدأ كده نشغل مع بعض كده اومنت ونشوف كده ايه الدنيا ماشية ازاي. تمام. هنقفل ده، هنقفل بقى جينيو راديو خلاص. تمام. ونبدأ ان احنا نشغل اومنت، او خلينا نشتغل بيه من هنا. تمام. احنا اومنت هيبقى عامل ازاي اساسا؟ هيبقى حاجة زي كده. ده اومنت هيكون لما نسطبه يعني تسطيبه سهل جدا بس بياخد وقت. هيكون في شell وفي اي دي اي. احنا ما بنشغلش الاي دي، احنا بنشغل الشell ده. بيبدأ فتح لنا الشell كده، فبنبدأ نكتب اومنت بي اومنت بلس بلس. بعد كده فهيفتح لنا الاومنت لانشر كده. هبدأ اعمل لانش. الجميل بقى في اومنت ايه؟ ان انا لما بسطبه هو اساسا بتنزل معاه كل السامبلز وكل حاجة. يعني انا اساسا في المشاريع دي كلها انا غالبا مش هحتاج حاجة. تمام. يعني ايه؟ يعني اينت اصلا نازل عليه. انتوا واخدين بالكم انا اقدر اسطب برضو اينت، ان انا اقراه على هيلب كده الاقي انستول سيميوليشن مودلز. بعد ما بدوس انستول سيميوليشن مودلز هلاقي اينت موجود هنا زي ما انتم شايفين. فلورا موجود، ده له علاقة بلورا.
اينت فريم ورك 4، اينت فريم ورك 3، واينت فريم ورك 4. برضو هنا دي حاجات لها علاقه بالكومباتيبلتي. يعني احنا عامه انا مسطبهم كلهم عادي، انت تقدر تسطبوا اي حاجه لو مش متسطبه، بس هي بتنزل عامه معاه. تمام. هنا لورا برضو موجوده هنا. لكن اللي انا بفضله في لورا او اوف دي ام انكم تشتغلوا بجينيو راديو. تمام. فانا اقدر انستول الفريم ورك ده عادي بسهوله جدا، وهو هينزل لي كل حاجه ليها علاقه بيه. تمام. طيب انا نزلته اهو مثلا، ده اينت اهو، احنا هنتكلم دلوقتي في اينت. حلو جدا. طيب هنمسك كده مشروع، يعني احنا بنتكلم في ايه؟ انترنت اوف ثينجز، اد هوك، وايرلس سنسور نتورك، وايرلس اريا بادي نتورك. واللي ما يعرفش الوايرلس اريا بادي نتورك، اللي هي بتكون ليها علاقه بالاجزاء بتاع الجسم المختلفه، يعني بيقيس حاجات مختلفه في جسم الانسان. وطبعا ده مانت اللي هو الموبايل اد هوك، وده فانت فيكولار اد هوك. اي تي سيميوليشنز كلها برضو هي لها علاقه بالانترنت اوف ثينجز عشان بس تبقوا فاهمين. الفانت برضو لها علاقه بالدرونز، ولها علاقه برضو يعني تقريبا 8 و3 و2 و3 يعتبر لهم علاقه ببعض قوي. يعني اس دي ان مختلف شويه، هقول لكم في ايه. اكسس كنترول ليست لها علاقه برضو شويه بالفاير وولز وكده، او الاس دي ان. تمام. ماشي. فاحنا مثلا لو هنشوف حاجات ليها علاقة بالوايرلس سنسور نتورك، فاحنا هنلاقيها موجودة اساسا كل حاجة على اينت. هندخل على اينت كده، هندخل على الشوكيسز، وهنلاقي فيه توتوريالز. احنا مثلا لو فتحنا التوتوريالز، تمام، هندخل على وايرلس، هنلاقي اساسا كل المشاريع. يعني كل حاجة. انا بس هعرفكم الملفات دي ايه فكرتها، يعني الدنيا بتاعتها ماشية ازاي. احنا عندنا اول حاجة اين اومنت بيكون ليه ستراكشر معينة. الاستراكشر دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بعمل حاجة اسمها نت فايلز. نت فايلز دي انا لما بعملها، طبعا بعملها بناء على مكتبات معينة، بكتبها كأني بكتب كود بالظبط. هو ده مثلا وايرلس ايه، انا بعمل وايرلس ايه ده. ثواني بس يفتح، بس عشان الجهاز، فهنستنى شوية بس. تمام. لحد ما يفتح. طيب احنا هنا الوايرلس ايه دوت نت ده، انا بكون عامل كل حاجة ليها علاقة بيه. اللي هي ايه؟ اللي هو الديزاين بتاعه. الديزاين بتاعه عامل ازاي؟ النت فايل ده بيكون فيه البارامترز كلها، بيكون فيه الاركتكتشر، مين يكلم مين، كل حاجة. ونفس الكلام وايرلس بي وايرلس سي. يبقى انا كده عملت كل البارامترز اللي ليها علاقة بالنود A والنود B والنود C. تمام. زي ما انتم شايفين كده، ده الديزاين اللي المفروض معمول دلوقتي، واقدر اعدل فيه طبعا براحتي وكده. ده كده راديو ميديوم. ماشي. عندي هوست A وهوست B، وببدأ ان انا بقى ايه، اكتب بقى كود او غيره علشان اظبط بقى الحاجات دي. طب اكتب كود فين؟ في السورس مثلا هنا، هتلاقوا هنا كده كود عادي تكتبوا انتوا انا عامل ديسبلاي لايه وقد ايه وغيره. يعني كأني بكتب كود configuration حرفيا، يعني موضوع سهل جدا يعني. تمام. ده كده الكود اللي هم كاتبينه علشان نشوف الديزاين ده. تمام. ده كده الكود بتاعه بس. تمام. نفس الكلام على على وايرلس بي، على وايرلس سي وكده. بس طبعا لازم الامبورت دي عشان مهمه. الامبورتس دي لازم نعملها امبورت صح، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نستخدم دول صح. تمام. طيب حلو جدا. هنلاقوا برضو في حاجات دوت اكس ام ال، هتلاقوا في الحاجات دي معرفين شويه حاجات، طبعا هوريها لكم في مشاريع تانية دلوقتي. تمام. فدي كلها من الحاجات المهمه. طب حلو جدا. انا بس بوريكم الشكل. يعني انا عندي في وايرلس كده مثلا، انا بعرف او بكتب الحاجات اللي انا عاوزها في دوت نت فايل. حلو. الدوت نت فايلز دي انا ببدا ان انا اعمل لها رن منين؟ من اومنت بي بي دوت اي ان اي. هنا بقى في كل حاجه انا عاملها لل للسيميوليشن ده. تمام. هحط كل السيناريوز
السيناريوز اللي انا عاملها راندوم نمبرز مش عارف، الريزلت ريكوردنج بتريكورد ازاي وتريكورد ايه وغيره. فده كله الانفايرمنت بتاع السيميوليشن بتاعي. طب حلو، هو عامل سيميوليشن كويس. احنا يا دوب كل اللي هنعمله ان احنا هنروح كليك يمين وهنروح ران از اومنيت بلس بلس سيميوليشن. انا هعمل سيميوليشن دلوقتي وهوريكم. طبعا هو بس عشان عدلنا في وايرلس ايه فاحنا مش هنسيف، هنبدا نعمل سيميوليشن. على فكره السيميوليشن ده هياخد وقت جامد قوي اول مره، بعد كده مش هياخد معاكم وقت كبير. يعني ممكن اول مره يقعد حوالي نص ساعه او اقل، علشان بس ايه يحمل كل مكتبات بتاع اينت ويعمل لها كومبايل وكده. ممكن ياخد اقل كمان، لكن هو بعد كده مش هياخد منكم وقت جامد يعني. زي كده يعني. انا عندي ما خدش وقت جامد لان انا يعني عملت له كومبايل قبل كده. تمام، فيفتح معاه السيميوليشن ده. السيميوليشن زي ما انتم شايفين، السيميوليشن هنا بيكون عندي ايه، بيكون عندي بقى على حسب انا عامل ايه. يعني مثلا هنا في اساسا يعني مش واحد بس، ده عندي هنا 14 حاجة معمولة وايرلس 1. مش وان اللي هي يعني وايرلس واحد، لا ده رقم واحد يعني كلاب معمل وكده. يعني تو هوست كوميونيكيت وايرلس مثلا. ده هنختار ده، هنلاقي اهو الشكل اللي احنا ايه كنا عاملينه عندنا. هندوس مثلا ران، هيبدأ ان هم يتكلموا، هيبدأ يظهر معايا الحاجات اللي انا عامل لها كونفيجريشن كلها، وهيبدأ يظهر معايا كل البارامترز. على فكرة هنا تحت البارامترز كلها، بس هي بلون مختلف عندي بس علشان عندي النايت مود ده او الدارك ستايل ده ممكن تبقى ابيض، لو كده هتظهر شويه بس مش مشكله دلوقتي يعني. تمام، هنا كل البارامترز اللي محطوطه، هنا كل يعني كل اللي بيحصل. مثلا انا خلصت مثلا البارامترز ديت تمام، وعندي اقدر اسرع او اقلل السيناريو، اخليه اسرع اخليه ابطأ براحتي. سيميوليشن خلاص يعني، انا بسيميوليت بشوف كل حاجه. اقدر اوقف في اي وقت، اقدر اقرا، اقدر اغير في بارامترز، اقدر اشوف تاثير التغيير ده عليا عامل ازاي. ف... فهنا بيظهر لي بقى كل البارامترز اللي انا عاوزها. تمام، يعني مثلا ده كده السيناريو اللي بيحصل ايه وكده. هتلاقوا طبعا في فيديوز كتيرة للموضوع ده ماشي. فده كده من المشاريع الموجودة. ده وايرلس سنسور نتورك. على فكرة المشروع ده موجود منه يعني كتير جدا. انا لو وقفت السيميوليشن دلوقتي اقدر ان انا اختار حاجة تاني من الموجودين. يعني مثلا انا ممكن اختار سيزما ماشي. اختار مثلا سيزما مثلا كده. ده كده انا حطيت سيزما في كبروجكت وايرلس سنسور برضو. بيبدأ فيه يشوف بقى الكوليجن وغيره وغيره، وابدأ اقرأ البارامترز واشوف اللي حصل وتأثيره ايه على الشبكة. بالمناسبة انا اقدر ادخل على اي هوست واشوف من جواه بيحصل ايه. تمام، يعني دخل على الوايرلس لان اهو حصل ايه مش عارف ايه غيره غيره يعني. هتلاقوا كل حاجة هنا. تقدروا تدخلوا عليها، تقدروا تشوفوا كل حاجة جواها. الباكت انهي اللي شغالة او انهي اللي بيحصل فيها الشغل. انا استلمت كام باكت؟ انا مستلم دلوقتي باكت واحدة. اقدر اغير في اي بارامتر هنا، اعدل. انا لو سرعت مثلا كده السيميوليشن، فهتلاقوا ان الباكتس حتى بقينا نستلمها بسرعة قوي. فدي طبعا من المشاريع القوية. طيب حلو، مثلا وايرلس سنسور نتورك برضو هنتكلم في ايه. خلونا مثلا في اد ان انا اضيف يعني حاجة كده، موانع زي كده زي ما انتم شايفين، واشوف تأثير المانع ده او الحيطة دي او المبنى ده على الهوست A او B او هوست R او هوست R1 او هوست B وغيره. فده برضو من المشاريع الموجودة. هتلاقوا برضو نفس المشروع معمول له سيميوليشن، الحاجات دي جاهزة كلها. آه فده برضو حاجة ماشي. ده برضو من المشاريع المهمة. نفس الكلام، شوف بقى تأثير ده. انا لسه ما وريتكوش اي ريزلت دلوقتي عشان بس احنا ايه بنشوفهم كلهم. طيب في اد هوك راوتنج برضو هنا ندخل عليه. ده كده في اد هوك زي ما انتم شايفين. ده كده عملت كونفيجريشن لاد هوك جواه برضو ماشي. واشوف برضو ايه البارامترز دي ايه اللي اتغير. اتكلم ده كلم ده ازاي. انا طبعا مسرع قوي، فممكن لو بطأت كده هعرف بالتفصيل ايه اللي بيحصل. تمام،
واشوف بقى ايه يعني اي بارامتر او ايه اللي بيحصل كستيب او مكتوب ايه او ازاي، واقدر اشوف كل الكلام ده في الكود طبعا. تمام. تمام. فده كده برضو من الحاجات في الوايرلس. طبعا في عندي حاجات تانية زي باسلوس موديل، مثلا في انتنا جين، اعدل في الانرجي كونسومشن. كله ده ليه علاقة بالوايرلس سنسور نتورك. تمام. طبعا مش هم دول المشاريع بس، انا بوريكم بس ده مشروع واحد بالمناسبة، يعني في كله ده. تقدروا تحولوه ل 12 مشروع عادي. تمام. انا سايف مثلا الريزلت بتاعتي لما بتتسيف بلاقيها نزلت معايا هنا. الريزلت دي مهمة جدا لسبب ان الريزلت دي هي اللي انا هبدأ اشوف منها القرايات كلها في المشروع. فانا مثلا عندي مثلا ده هو بس انا لما بفتحه كده هيقول لي بقى ان انا هحط الاناليسيس فايل ده فين، اسمه وايرلس 10 دوت اناليسيس فايل. تمام. فانا هعمل له سيف. ظهر اهو. لما ظهر كده الفايل ده، انا لما بدخل عليه بلاقي بقى الداتا بتاعته كلها اهي. براوز داتا كلها اللي حصلت فيه في وايرلس بي، حصل ايه البارامترز اللي كانت فيه، ايه الفاليو اللي حصلت فيها، كل حاجه يعني كل حاجه، كل البارامترز اللي تتخيلها هنا. وفي شارتس، في حاجات ممكن يكون لها شارت، في حاجات لا. هنا دي بارامترز كلها هي حصل ايه وغيره. هنا برضو سكيلرز، هيستوجرامز، فيكتورز. هتلاقوا تقريبا كل الداتا اللي انتوا عاوزينها. هتلاقوا بقى في شارت، في حاجات ممكن يكون ليها شارت وفي حاجات ممكن ما يكونش ليها شارت. طب ده ملوش شارت، لا بس في غيره ممكن يكون ليه شارت. فالشارتس دي مهمه برضه. يعني ممكن لو دخلت على وايرلس دوت اناليسيس فايل ده ممكن نلاقي له شارت، يعني حاجه بتوضحه كده. هوريها لكم برضه. هتلاقوا شارت، ده ليه شارتس، بس انا مش عارف اذا كانت هتفتح ولا لا لان احنا ما عملناش رن لحاجات معينه. بس يعني انا مثلا لقيت ريسيف باكيت كاونت، هتلاقوا برضو شارت زي كده. وهتعملوا له طبعا ايه. هو ده ما فيهوش داتا، بس يعني هي نفس الفكره. يعني هو ده السيميوليشن شارت اللي هو طلع معاك، وتقدروا تسيفوه تعملوه في ريبورت وغيره وهكذا. تمام. ده كده بالنسبه للبارت ده. فاحنا كده استطلعنا بس بسرعه حاجه ليها علاقه بالوايرلس سنسور نتورك. هتلاقوا طبعا ده على فكره انا بكلمكم ان ده بروجكت واحد، هتلاقوا حاجات تانية ليها علاقه بالبروتوكولز، بي ماك، وهتلاقوا ال ماك واكس ماك. هتلاقوا حاجات كتيره جدا. ده في التوتوريالز بس بالمناسبة يعني. هتلاقوا في حاجات في شوكيسز دي مليانة حاجات طبعا. هتلاقوا في الموبيليتي، هتلاقوا في الراوتنج، هتلاقوا في كتير يعني. يعني في الشوكيس انا لو دخلت مثلا في الوايرلس بس، انتوا متخيلين كمية ايه في الوايرلس سنسور نتورك؟ كلها دي مشاريع. يعني ممكن واحد يعمل عن مثلا الهاند اوفر، ممكن واحد يعمل عن الباور، ممكن واحد يعمل على مثلا ريت كنترول، مثلا سنسور نتورك ده يعني مثلا هو اسمه سنسور نتورك، يعني ممكن نبص بص عليه ونشوف. نفس الفكره. هتلاقوا عندكم نت فايل. النت فايل ده بيوضح لكم الشكل بتاعكم. الكود اهو زي ما انتم شايفين. هتلاقوا الديزاين بتاعه. ده الديزاين بتاع السنسور نتورك ده. هتلاقوا عندكم كل الكونفيجريشنز. هتلاقوا الكونفيجريشن واخدين بالكم هنا عاملين ان سنسور 4 هو وايرلس لاند 0، والادرس بتاعه 10.0.0.1، النت ماسك بتاعه كذا وهكذا. هتلاقوا عندكم مثلا مالتي كاست جروب، في بيحصل مالتي كاست جروب على الجيت واي في انترفيس كذا، والادرس بتاعها كذا وهكذا. هتلاقوا عندكم يعني الموضوع هيبقى لطيف يعني. ده مثلا configuration. احنا عاملين اهو الكونفيجريشن اهو لل 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 للسنسور نتورك دي. هبدا ان انا اعمل لها ران عشان نبص عليها بس. انا ما وريتكوش الملف ده. تشو كيس اهو. ده الديزاين الاساسي اساسا. ده شكل الديزاين. احنا بنعمل الديزاين ده ان احنا بنحط الحاجات دي عندنا، ونقدر ان احنا نديزاين الشكل ده ونكتب كود يعمل الحاجات دي برضو. وممكن بدل ما نكتب الكود ممكن نحطها دراج اند دروب. تمام. فده كده برضو حاجة. طيب هنبدأ نرن. طيب الكود ده كده او السيميوليشن ده ونشوفه عامل ازاي. طيب انا مش هسيب. فكده ظهر لنا السيميوليشن بتاعه. هتلاقوا عندكم هنا في الوايرلس سنسور نتورك احنا بنستعرض البي ماك زي ما قلت لكم، اكس ماك او ال ماك. هتلاقوا عندكم ستاتيك بيز مثلا. هتلاقوا حاجات كتيره. يعني مثلا احنا هندخل مثلا في البي ماك، او مثلا خلونا في جنرال. هندخل في جنرال. ثواني احنا هنحدد البي ماك قصدي. هندخل في البي ماك.
اهو ده كده البي ماك. شايفين زي ما انتم شايفين كده في السيميوليشن عندكم سيرفر جيت واي سنسور. هتشوفوا بقى إيه يعني إيه اللي بيحصل. اللي بيحصل ده بناء على انا كاتب ايه، يعني ايه السيناريو اللي انا عامله. فده مثلا سيناريو معمول، فهبدأ ارن السيناريو. بيحصل بقى ايه؟ بيشوفوا بقى اهو مثلا، شوف مين هيكلم مين، هيحصل ايه، الباكتس اللي رايحه قد ايه، ورايحه لمين وازاي، وهكذا. فده بيبعت، ده سليب 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 مثلا. اوكي، ده بيستقبل، وهكذا. تمام. طبعا انا اقدر ادخل على اي حاجه فيهم اشوف هو من جوه ايه اللي بيحصل فيه. زي ما انتم شايفين ده محصلش فيه حاجه، مثلا هدخل على الويت ده، هشوف بقى بيحصل ايه. هلاقي دخلت كده هو حصل ايه من جوه وغيره، بيظهر لي كل حاجه من جوه برضو. ده كسيميوليشن. تمام. طيب دي حاجه. الحاجة التانية زي ما بقول لكم ان ده بس سيميوليشن، انا بغير فيه بارامتر، بعدل حاجات، بشيل حاجات او غيره. طيب بناء على على الحاجات دي كلها، انا برضو عندي حاجة مهمة الدكتور طالبها، هي حتة ان احنا لازم نشوف كل البارامترز دي اللي انا طلعتها كريزلت. هتلاقوا عندكم الريزلت بتنزل هنا زي كده، زي ما انتم شايفين احنا عملنا بي ماك فنزلت في الريزلت اهي. ثواني كده هتلاقوا اللي هو ده، هنسيبه بنفس الفكرة، analysis file اهو. وطبعا احنا على حسب الكود هل ليه شارت ولا لا، بيظهر لي الشارت هنا. طبعا ده ملوش شارت، فده بيكون ليه داتا بس، فممكن اعمل له شارت عادي جدا، يعني مش شارت. تمام. آم، فده مثلا دي شوية داتا ليه كلها، الباكتس اللي انا عملت لها ريسيف، الانرجي ايه، وغيره وغيره. فالحاجات دي مهمة، وهي دي اللي انا بطلع بيها الشارتس، ودي الحاجات اللي هي اساسا بتتعمل في الاوراق البحثية وغيره. تمام. ف... فده برضو من الحاجات المهمة جدا. تمام. ده مثلا وايرلس سنسور نتورك. احنا فتحنا واحد بس منهم، طبعا جواهم كتير جدا، عشان بس نستعرض الحاجات التانية. ماشي. عندنا مثلا في التوتوريالز مثلا هتلاقوا عندكم زي ما احنا شفناه ده. عندكم مثلا في الشوكيس احنا شفنا برضو شوية حاجات ممكن تلاقوا في الموبيليتي مثلا. في الموبيليتي مثلا مثلا سبيشال او سباتشال. تمام. هندخل عليها برضو، هنبص بص عليها عشان دي بتبقى كل دي لها علاقة شوية بالمالتيبل اكسس تكنيك. تمام. هتلاقوا عندكم الديزاين بتاعها اهو مثلا. تعملوا رن زي ما اتفقنا وهكذا. هتلاقوا مثلا عندكم في بيزك هنا في الموبيليتي، بيزك موبيليتي. في البيزك موبيليتي مثلا تدخلوا على الدوت نت فايل، ده موبيليتي بيزك، يعني هتلاقوا السورس بتاعه حاجة تافهة يعني زي ما انتم شايفين. هتدخلوا بقى على مثلا اومنت اي ان اي، هتعملوا سيميوليشن. هعمل بس دونت سيف هنا. ماشي. وهنشوف الشكل السيميوليشن عامل ازاي معانا، وهكذا. يعني هو الموضوع كله هتلاقوه جوه اومنت، يعني هتلاقوا تقريبا معظم المشاريع هنا. يعني انا بس استعرضت الوايرلس سنسور نتورك، هنشوف برضو الباقيين بس بسرعة كده. هتلاقوا عندكم هنا بقى انواع كتيرة من الموبيليتي، مثلا linear mobility، circle mobility، turtle mobility، وهكذا. مثلا جاوسيان ماركوف موبيليتي مثلا، ده نوع من الموبيليتي اهو، ده تطبيق ليه. آه وهكذا. هتلاقوا بقى حاجات كتيرة قوي. تمام. فده موبيليتي. مثلا هتلاقوا بقى حاجات تانية يعني غير ده طبعا للمشاريع، طبعا الدكتور منزلها. تمام. فهتلاقوا مثلا عندكم ايه، يعني والله هو في كتير عامة يعني. آه مثلا ايه، هتلاقوا مثلا نخش في examples، مثلا هتلاقوا ad hoc، هتلاقوا مثلا اي اي جي ار بي، هتلاقوا مثلا عندكم ام بي ال اس. طبعا ام بي ال اس من الحاجات المهمة جدا واللي الدكتور بيحبها. هتلاقوا مثلا في الام بي ال اس. تمام. هتلاقوا مثلا كده، هندخل على هنشوف النت فايل بتاعه، هنخش على الديزاين. ده الام بي ال اس نتورك. ماشي. ودي طبعا حاجة مهمة جدا جدا جدا، يعني الدكتور بيحبها جدا. هندخل على الديزاين بتاعه، هنشوف السيميوليشن، هنعمل سيميوليت، run as.
اومنت بلس بلس سيميوليشن. تمام. وهنبدأ نشوف شكل الام بي ال اس. ودي طبعا من المشاريع المكتوبة عندكم، يعني انا بحاول استعرض لكم ان كل المشاريع تقريبا موجودة، يعني موجودة هنا. تدخل كده، هنبص بقى على السيميوليشن. ده كده السيميوليشن. هنبدأ ان احنا نرن، هنشوف بيحصل ايه في الام بي ال اس. اكيد انتوا خدتوا ام بي ال اس فعارفينها على الاقل. تمام. هيحصل دلوقتي زي ما انتوا شايفين، كل واحد بيبعت الستيت وهكذا. يعني احنا ممكن ندخل على اي حاجة فيهم نشوف برضو من جوه بيحصل ايه، الباكت رايحة ازاي، بيحصل فيها ايه، بنمشي نتتبعها رايحة فين، وجاية منين وغيره. على فكرة دي من المشاريع المهمة جدا جدا يعني. مشاريع يعني كلها الحمد لله يعني كويسة، وفيها إفادة يعني إن شاء الله ليكم. تمام. فده برضو من المشاريع المهمة. بتبدأوا تشوفوا البارامترز دي كلها، بتبدأوا برضو تعدلوا في بارامترز لو عاوزين. تقدروا تشغلوا مباشر وخلاص. تمام. فده مثلا MPLS. مثلا هنسيف، عايزين نشوف له بس آه، اذا كان ليه سيميوليشن ولا لا. تقدروا برضو تدخلوا هنا تعرفوا اذا كان ليه سيميوليشن ولا لا. هنعمل مثلا general analysis file. فده الاناليسيس فايل اللي احنا طلعناه. هتلاقوا عندكم browse data، فدي الداتا كلها اللي طلعت منه، كل البارامترز اللي حصلت، كل حاجة حصلت فيه. وممكن يكون ليه شارتس، ممكن يكون ملوش. يعني هو لو ملوش احنا ممكن نعمل شارت اساسا يعني. تمام. ممكن نختار اي شارت من الشارتس دي على حسب انا عاوز اعمل ايه. مثلا لاين شارتس. وطبعا بناء على الحاجة دي انا بدخل بقى واظبط في الشارتس وكده يعني. تمام. طبعا الشارتس انا لازم اعملها الاول اظبطها، مش مجرد ان انا احطها تشتغل على طول يعني. عشان كده انا بحاول اشوف لو في حاجة موجودة بالفعل نشغل الشارت بتاعها، وهوريكم دلوقتي الكلام ده. تمام. فده من انواع الام بي ال اس. يعني طبعا في كذا حاجة الام بي ال اس، يعني مثلا ال دي بي نت 37. هتلاقوا حاجات كتيرة، تيست راوتنج بانل وهكذا. فدي كلها ام بي ال اس. ماشي. هتلاقوا عندكم مانت راوتنج. مانت هتلاقوا عندكم في كذا حاجة برضو منه. في مالتي راديو، مثلا ندخل على المالتي راديو في المانت. موبايل اد هوك، هتلاقوا موبايل اد هوك مثلا. يعني هتدخلوا كده هتلاقوا يعني تقريبا كل المشاريع موجودة يعني. الفكرة كلها في حتة ان انتوا تشتغلوا يعني، تشتغلوا وتشوفوا بنفسكم الكلام ده يعني. ثواني بس كده هنعمل سيميوليشن تاني. don't save don't save. مش عايز بس اسيف حاجة. هنشوف دلوقتي. هو السيميوليشن عامة ما بياخدش وقت، زي ما قلت لكم. اول مرة بس انتوا هتشتغلوا الحاجة دي هتاخد منكم وقت. عندكم مثلا مالتي راديو، في سنجل راديو، مثلا نختار مالتي راديو زي كده. ده نفس الكلام. هتلاقوا بقى انتوا عندكم كل السيميوليشنز اللي لكم عليها يعني. مثلا انا هدخل على اي واحد من جوه بشوف اللي بيحصل فيه ايه. بيبان لي كل حاجة، بيبان لي تفاصيل. طبعا هو ده سريع شوية، ممكن ابطئه بحيث ان احنا نشوف اللي بيحصل بالظبط ايه فيه. تقدروا تشوفوا كل حاجة، تقدروا تتابعوه. على فكرة في فيديوز كتيرة جدا للحاجات دي. ف... فتقدروا يعني تشوفوها كلها يعني. تمام. فده كده سيميوليشن. طيب تمام. في عندكم برضو حاجة ليها علاقة بالترافيك هوريها لكم، بس بره بقى اومنت. هو بيرتبط باومنت شوية. آه في حاجات كتير يعني. اصلا انا اقدر اعمل اي موبيليتي عليه يعني. احنا لو دخلنا كده على على التيرمينال وكتبنا سومو، او ممكن حتى لو تقريبا هو في نازل هنا. هنا سومو. سومو هنا ترافيك اناليسيس. تمام. ده ليه علاقة بالترافيك. تقدروا تربطوه مع اومنت برضو،
وتنزلوا سيميوليشنز من على النت. هتلاقوا مثلا سيميوليشن، ده مثلا سيميوليشن لقيته في ورقة بحثية، كان ليه علاقة بتخطيط مدينة في ألمانيا. فتقدروا تفتحوا السيميوليشن ده وهيظهر لكم المدينة كلها، وتبدأوا تشوفوا لو تقدروا تعملوا وايرلس نودز فيها او كده، وتربطوا الوايرلس دي مع بعضها. حاجة اسمها فينس، لو عايزين تبحثوا عليها، في فينس والسومو، او فينس وز اومنت. اوكي، هتلاقوا عندكم الحاجات دي يعني. فدي برضو من الحاجات المطلوبة، وحاجات برضو مهمة جدا، اللي هي ليها علاقة باومنت، بس هي بره اومنت شوية يعني. بس هما الاتنين بيربطوا ببعض اساسا، تمام. ف فهي تقريبا كل حاجة انتوا هتعملوها على اومنت يعني. وجينيو راديو يعني، دي المدينة اهي زي ما انتم شايفين بقولكوا عليها. التخطيط ده بتاعها كله من الملفات طبعا. تدخلوا كده هتلاقوا عندكم، تبقى انتوا عاملين بقى مثلا لو في وايرلس نود تكونوا عاملينها او غيره. بتلاقوا عندكم حتى الترافيك، انتوا بتبقوا عاملين كل حاجة مثلا. على فكرة الحاجات دي لها علاقة بالكوميونيكيشن جامد قوي يعني، تمام. مثلا انا هعمل ترافيك، هزود الترافيك وازود مثلا وقت، او اقلل الديلي. عايزين نقلل الديلي، وابدا ان انا ارن. هنلاقي بقى في عربيات وكده، والعربيات دي طبعا بتتصرف على بناء على حاجات معينه انا بكون عاملها. بس البروجكت ده عامه زي ما بقول لكم هو ما فيهوش وايرلس نودز يعني، بس لكن في مشاريع تانية فيها وايرلس نودز زي ما انتم شايفين. ممكن يكون اساسا عامل وايرلس نود هنا وايرلس نود هنا، فاقدر يعني اظبط الترافيك واغير وهكذا، تمام. فدي برضو من الحاجات برضو اللي ليها علاقة بيكو. وطبعا على فكرة دي عليها اوراق بحثية كتيرة قوي يعني، فممكن تشوفوها. آه ليها علاقة بالحاجات دي يعني زي ما انتم شايفين اهو. يعني في حاجات دلوقتي بقت ليها علاقة بالكوجنيتيف راديو. على فكرة برضو سومو ليها علاقة بالكوجنيتيف راديو، ان انا اساسا اقدر ان انا آه، اعمل الكلام ده كله من غير ما اعمل ترافيك لايتس العادية اللي احنا عارفينها يعني مش ترافيك لايت اللي احنا عارفينها بتكون مثلا باحمر، بعد كده مثلا برتقاني او اصفر، وبعد كده مثلا اخضر. لا احنا ممكن ما نعملهاش كده. ممكن على حسب الترافيك اللي عندي، او على حسب الترافيك هو في ناس ولا ما فيش ناس او غيره. ممكن ما اخلوش احمر خالص، ممكن اخليه اخضر دايما، ممكن اخليه احمر لفترة طويلة جدا، وهكذا. فالحاجات دي يعني بتكون برضو لها علاقة بالكوميونيكيشن والاي اي مع بعض، تمام. ف... فده برضو له علاقة بالاي اي وال والكوميونيكيشن والكوجنيتيف راديو. اوكي. ف... فدي تقريبا معظم المشاريع يعني اللي احنا اتكلمنا فيها يعني. فعندنا هنا اي او تي برضو هتلاقوا مشاريع كتيرة ليه. هتلاقوا للوايرلس سنسور نتورك، هتلاقوا للفيكولار اد هوك نتوركس كتير. هتلاقوا طبعا حاجات للاس دي ان. الاس دي ان هتلاقوا لها حاجه اسمها اوبن فلو على اومنت برضو. هتنزلوا حاجه اسمها اوبن فلو، تقريبا انا منزله هنا. هتلاقوا عندكم اوبن فلو فين؟ اوبن فلو اهو، فريم ورك برضو. هتبداوا تنزلوه، هتلاقوا عليه برضو سيناريوز. هتلاقوا السيناريوز دي موجوده. هتلاقوا في توبولوجيز، هتلاقوا في حاجات كتيره يعني جواه. بس يعني ايه، علشان الوقت طبعا فاحنا يعني كفايه دول عشان بس نكون غطينا الباقي. فهتلاقوا عندكم يعني تقريبا هتلاقوا كل المشاريع دي موجودة على اومنت اساسا بس، تمام. ف... فاحنا عرضنا الماك بروتوكولز، الام بي ال اس، انترنت ترافيك. شفنا برضو هتلاقوا برضو للواي فاي والواي ماكس، وهتلاقوا اللورا زي ما اتفقنا. فتقريبا احنا هنغطيهم كلهم. الكوجنيتيف راديو هتلاقوه طبعا على اومنت برضو. فتقريبا هم كلهم موجودين على اومنت وعلى اوبن نت. على فكره اي نت زي ما اتفقنا تبع اومنت، واوبن وايرلس نتورك سنسور هيكون برضو تبع اومنت. هم كلهم دلوقتي بقوا حاجه واحده تقريبا، ماشي. فانا كنت عايز اوريكم برضو شويه حاجات تانية ليها علاقه بالمشاريع برضو يعني. ده مثلا ليه علاقه بلورا، جي ار لورا، جينيو راديو لورا.
هتلاقوا عندكم في فيديوز كتيرة جدا، زي ما انتم شايفين كده. ده انرجي efficiency routing protocol، wireless body area network مثلا. هتلاقوا ده الوايرلس بادي اريا نتورك زي كده. هتلاقوه برضو بيبعت داتا على كل اجزاء الجسم، زي ما انتم شايفين بيسيميوليت على اومنت برضو، وبيبعت الداتا وكاتب طبعا الكود بتاعه زي ما انتم شايفين كل حاجه يعني. تمام. فده برضو من اهو ده اللي كنت بقول لكم عليه، اللي هو الشارتس. اللي هو مثلا الشارت بتاع مثلا ده عنده number of sensors والenergy consumption وهكذا. تمام. فده برضو من المشاريع المهمة. هتلاقوا بقى عندكم برضو في مشاريع تانية كتير. هتلاقوا ده مثلا وايرلس بادي اريا نتورك سيميوليشن بيتعمل ازاي، وحتى ليه كود كده. وهتلاقيه بيقول لكم انتوا تنزلوا ايه، وممكن تسيميوليتوا ازاي وكده، وحاجات يعني كتير ان شاء الله. هتلاقوا طبعا كمية مشاريع هنا Hi كتيرة everybody, جدا. in this video we're going to learn about تمام. sumo ده networks من and how to المشاريع create a sumo network by hand. ده كده وايرلس بادي اريا نتورك. هتلاقوا برضو عندكم ده مايمو اوف دي ام، ده جينيو راديو، ده مشروع كامل جاهز على طول. كل اللي انت هتعمله انك تفهم الاوف دي ام وخلاص. عندكم مثلا في كوجنيتيف راديو سبيكترم سينسينج. تمام. ده كوجنيتيف راديو بس ده ب ان اس 3. ماشي. ان اس 3 برضو تقدروا تربطوه مع اومنت. تمام. فده برضو يعني من الحاجات المهمة جدا، بس بيكون بره اومنت. ده ب ان اس 3 تقدروا برضو تعملوه. دي كوجنيتيف راديو سبيكترم سينسينج. هتلاقوه برضو موجود ان شاء الله. اي نعم هو هيكون رخم شوية، بس يعني تقدروا تشتغلوا وتعملوه يعني بإذن الله. تمام. فده برضو من المشاريع. هتلاقوا بقى طبعا حاجات كتيرة جدا. ده ازاي نسطبه، تسطيبه سهل جدا يعني. ازاي نسطب اومنت اساسا، انا كل اللي هعمله ان انا هحمل ده، وهبدأ ان انا امشي طبعا ورا الستبس دي. ستبس سهلة، هي هيكون ما عندكم مشاكل بس ان في حاجات مش متسطبة، انتوا يا دوب هتسطبوها بس وخلاص. تمام. آه، ف... فدي طبعا حاجة من الحاجات المهمة ازاي نسطب. والمناسبة ان هو اقدر اسطبه على الويندوز مباشر. بس انا طبعا يعني ارشح انكم تشتغلوا عليه باوبنتو او كده يعني. تمام. ده طريقة ان انا اسطب سومو، وتسطيبه برضو سهل جدا. بينفع نسطبه على الويندوز، ننزل على طول انستليشن باينري وبيتسطب على طول. تمام. دي اومنت توتوريالز، هتلاقوا عليها برضو كمية حاجات كتيرة جدا، مشاريع كتيرة جدا ليها علاقة بالواي فاي، ليها علاقة بالواي ماكس. ده مثلا واي فاي بروجكت. هتلاقوا برضو الكود بتاعه، هتلاقوا ازاي نشتغل عليه وكل حاجة. هتلاقوا مثلا عندكم الواي ماكس. ماشي. هتلاقوا الواي ماكس اهو. هتلاقوا وايرلس اد هوك، هتلاقوا تقريبا وايرلس سنسور، هتلاقوا كل حاجة يعني تقريبا كل حاجة، حتى النتورك والماك. فلا يعني كويس. تمام. آه دي برضو من الحاجات المهمة. هتلاقوها على حاجة اسمها اومنت توتوريال. تمام. هتلاقوا بقى عندكم تاني برضو ده للاس دي ان. يعني انا بمشي معاكم بس على كل المشاريع بسرعة يعني. تمام. ده كده اس دي ان. هتلاقوه برضو تقدروا تسطبوه ازاي، والارتكل كمان ولو عايزين برضو تتواصلوا معاه وغيره. ده اومنت بلس بلس اس دي ان بيزد راوتنج الجوريزم فور فانت. تمام. ده تقدروا تعتبروه فانت، وفي نفس الوقت اعتبروه اس دي ان مع بعض. تمام. هتلاقوا يعني مشاريع زي كده كتير قوي يعني. تمام. هتلاقوا عندكم برضو ده اوبن وايرلس سنسور نتورك، الموقع بتاعهم. وهتلاقوا عندكم مشاريع على اوبن وايرلس سنسور نتورك. هتلاقوا عندكم يعني في كذا مشروع موجودين. طبعا هتدخلوا على الموقع الرسمي ده ازاي نسطبه، ده تسطيبه من هنا. لو دخلتوا على الموقع الرسمي بتاعهم هتلاقوا فيه شوية مشاريع برضو عندهم هنا. تمام.
لو انتوا مثلا عايزين اوف دي ام اي عليه برضو، هتلاقوا برضو في حاجات كتيرة هنا. هتلاقوا عندكم واي فاي ماك، هتلاقوا الواي فاي، هتلاقوا عندكم يعني كذا حاجة. تمام. ف... فبرضو في مشاريع كتيرة على الاوبن اوبن وايرلس سنسور نتورك اللي هو برضو الدكتور كان بيتكلم فيه. فانتوا عندكم هنا وهنا وهنا. تمام. هنا هتلاقوا ده اينت اللي انا كنت بكلمكم عليه. ده اينت جوه اومنت. ماشي. هو اينت واومنت بقوا واحد زي ما بقول لكم. فانتوا هتلاقوا عندكم هنا في التوتوريالز هتلاقوا كمية حاجات كتيرة جدا جدا يعني تستفيدوا بيها. طبعا هتلاقوا عندكم الوايرلس اي بي فيرجن 4، هتلاقوا مثلا عندكم، هتلاقوا حاجات كتيرة يعني. اليوزر جايد اهو زي ما انتم شايفين بيتكلمكم عن كل حاجة تقريبا. هتلاقوا عندكم شو كيسز. شو كيسز بتعرض مثلا حاجة مثلا ليها علاقة مثلا بالوايرلس. احنا شفنا الوايرلس مع بعض. هتلاقوا للباث لوس، هتلاقوا للماك بروتوكولز، هتلاقوا مثلا هاند اوفر، هتلاقوا مثلا وهكذا يعني. انتوا ممكن تختاروا اي حاجة وتشتغلوا عليها وخلاص. هتلاقوا كل ده موجود اساسا عندكم في اومنت. يعني احنا لو دخلنا على اومنت زي ما احنا شفنا هنلاقيهم موجودين كلهم. ماشي. هنا بقى بيشرحوا لكم، يعني بيشرح لكم هو بيحصل ايه وبيحصل ازاي، هو عباره عن ايه، كونفيجريشن بكونفيجر ايه، الريزلت عامل ازاي زي ما انتم شايفين. يعني ده الريت كنترول. تمام. ده بيتكلم عن شكل زي ما انتم شايفين. ولو انتم ما لقيتوه ده كمان اللي بقول لكم عليه بقى السيميوليشن مهم قوي ده، اللي هي الصور دي اللي الدكتور برضو عاوزها. فالصور دي مهمه جدا جدا جدا. تمام. ف فده برضو زي ما انتم شايفين سيميوليشن الريزلت دي مهمه قوي. فلازم دي تحطوها في بالكم ان انتوا لازم تطلعوا سيميوليشن ريزلت. ماشي. زي كده زي اللي انتوا شايفينه ده، هي دي اللي انا كنت بكلمكم عليها وعايزكم تشوفوها. ماشي. طيب. بعد كده هتلاقوا عندكم السورس اهو، في السورس كود هو حاططه لكم. انا قلت لكم احنا بنشغل بدوت نت ودوت اي ان اي، هو ده اللي انا بحتاجهم. فهو حاططهم لكم كمان. هتلاقوهم في الويب سايت بتاع اينت، وهي اساسا بينزل معاه. يعني انتوا ممكن لو ما لقيتوش حاجه مش نازله ممكن تنزلوها من هنا. بيقول لك اهو تراي ات يور سيلف. لو انا عايز اترايت بيكون موجود فين؟ في اينت شو كيسز وايرلس ريت كنترول. يعني احنا لو دخلنا على الريت كنترول اقدر ان انا الاقيه. لو انا مش مسطب اينت اقدر اسطب اينت من هنا. بس انا زي ما قلت لكم هو الموضوع سهل يعني. هو اينت بيبقى متسطب على اومنت على طول، فمش محتاج ان انا اعمل كل الكلام ده. طب مثلا احنا بيقول لي هو في اينت شو كيس وايرلس ريت كنترول، ده وايرلس سنسور نتورك. تعالوا كده. هو قال لنا في اينت وايرلس شو كيس. ماشي. اهو الريت كنترول اهو موجود فعلا. طب الريت كنترول ندخل عليه كده. احنا بنرن ايه؟ بنرن اللي هو دوت اي ان اي ده او اي ان اي. تمام. هنعمل select all. ثواني كده. don't save. هبدأ بس run عشان برضو نبقى عدينا عليه وشفناه. تمام. لحد بس ما يحمل نشوف الباقي. تمام. ف... فده مثلا من الحاجات. هتلاقوا بقى كمية حاجات كتيرة جدا يعني. هتلاقوا عندكم ما شاء الله يعني زي ما انتم شايفين حاجات كتيرة قوي. طبعا في شوية فيديوز انا حبيت اوريه لكم برضو. الفيديوز دي من الفيديوز المهمة. ده فيديو مهم جدا. How to make mobile hosts communicate. آه، طبعا يعني دكتور جواني سكايلز من الناس اللي هي مفيدة جدا في الحاجات دي. تقدروا تتابعوها. هتلاقيها بتشرح لكم بالتفصيل الممل ازاي اصلا اكتب حتى الكود، وازاي ان انا يعني اسيميوليت واكتب ايه واعمل ايه. هو السيميوليشن فتح. تمام. ثواني كده. يعني هتلاقوا عندكم اهو نو ريت كنترول. وفي عندنا مثلا ده اللي هو الريت كنترول اهو. هبدأ اعمل له ران زي اللي احنا شفناه في الموقع اهو. ده اهو. هسرع بس شوية اهو. تمام. ف فيعني دي من الحاجات برضو اللي انتوا ممكن تشوفوها. يعني انتوا انا بقول لكم في كمية حاجات كتيرة جدا، فانتوا اللي يريحكم يعني هتلاقوا حاجات كتير. تمام. انا بس هنشوف برضو الفيديو ده مش هنشوفه يعني كله. احنا بس ايه وريكم يعني ان هي بتكتب
بتكتب كل حاجة يدوي، وبتشرحها وبتفهمها لكم وبتفهمكم اللي بيحصل ايه، والديزاين بيبقى عامل ازاي، وكل حاجة يعني كل حاجة حرفيا هتلاقوها موجودة عندها يعني. تمام. ف فالتشانل بتاعتها غالبا يعني بيكون عليها شوية حاجات كتير، فممكن تشوفوها علشان تستفيدوا منها يعني. تمام. وطبعا مش هي بس، هتلاقوا حاجات بالعربي كتير طبعا، هتلاقوا كل التوتوريالز دي موجودة، هتلاقوا اساسا في ناس منزلة سيميوليشنز لابس كتيرة جدا. تمام. فهتلاقوا عندكم اهو، هتلاقوا عندكم زي ما بقول لكم ازاي بنعمل نتورك سيميوليشن بسومو. هتلاقوا عندكم اومنت بلس بلس بتشتغل مع اينت وفينس اللي قلت لكم عليه من شويه. هتلاقوا كميه حاجات كتيره يعني. تمام. فهتلاقوا عندها يعني، اتمنى تكون عامله بلاي ليست بس الاومنت او كده، بحيث ان يعني عشان ما انتوش. هتلاقوا عندها هتلاقوا فينس، فينت اهو، اومنت. وهتلاقوا عندها برضو لا في الفيديوز بقى، مش في التشانل، مش في البلاي ليست يعني. هتلاقوا عندها فيديوز تاني غالبا. بس يعني هو ده برضو مهم جدا، ده كده مهم جدا من الفيديوهات طبعا المهمة. بيشرح لكم برضو ايه هو الفانت، وايه هي الفيكل تو فيكل برضو، اللي هو تقريبا رقم كام تقريبا يعني، رقم 5 او كده تقريبا. 5 فيكولار اد هوك. فده برضو مهم جدا، هتلاقوا عندها. ماشي. فالحاجات دي برضو تشوفوها، هي يعني سهلة جدا، مش صعبة ولا حاجة ان شاء الله. تمام. هتلاقوا برضو في الفيديو ده كنت جايبه لكم ويوضح لكم بس شكل السيميوليشن عامل ازاي. تمام. احنا بس ايه، هنشوف هنعدي البروجكت ده بسرعة في الاخر كده. بس هو كتب يعني كود وكل حاجة وظهر له الديزاين. انا بس عايز اوريكم اخر جزء بس منه، اللي هو جزئية السيميوليشن. فهتلاقوا عندكم برضو ده في اومنت توتوريال، هتلاقوا كمية حاجات كتيرة جدا جدا فيه برضو، اللي هي الحاجات اللي انا كنت بوريها لكم وازاي بيكتبها برضو. وحتى هو الفايل اللي هو الاناليسيس فايل اللي كنت بقول لكم عليه يعني، دي بقى اللي الدكتور محتاجه يعني، محتاج يشوف الكلام اللي انا بوريه لكم ده، اللي هو الاناليسيس فايل اهو. هو بدأ يعمل براوز للداتا اهو، ظهر معاه التشارت ده. في بقى تشارتس تانية تظهر زي ما انتم شايفين. التشارت دي بقى انتوا بتبدأوا تعملوا ريبورت بناء عليها، وتفهموا بقى ان التشارت ده ظهر ليه كده وهكذا. تمام. فدي برضو من الحاجات المهمة. تمام. تمام جدا. هتلاقوها على اومنت بلس بلس توتوريال. تمام. تمام. دي كده من الحاجات برضو المهمة جدا. ماشي. اوكي. آه... نخش بقى على ايه، على cognitive radio. ده ب NS3 cognitive radio extension. دي كلها هتلاقوها على NS3، و NS3 برضو بيشتغل على اومنت، او ممكن تشتغل الاتنين سوا. ده cognitive radio. يعني هو قديم شوية بس يعني، بس انا كنت شغلته في سنة من السنين يعني، فهو كويس يعني. ان شاء الله يشتغل معاكم، اتمنى. هتلاقوا عندكم برضو في حاجات تانية ليها علاقة برضو بالكوجنيتيف راديو ان اس 3، اللي هو نفس الكلام. ازاي برضو ازاي اسطبه، الدوكيومنتيشن بتاعته، اكزامبلز ليه، ازاي رن الاكزامبل ده. فده كله هتلاقوه برضو موجود، هتلاقوه موجود برضو على الجيت هاب يعني، اللي انا بعته لكم ده. تمام. ماشي. بعد كده هنا هنخش على، خلاص يعني احنا تقريبا خلصناهم. ده كوجنيتيف راديو، وده اينت. والباقي كله زي ما قلت لكم هو موجود على اومنت يعني، كله ده موجود على اومنت. فتقريبا احنا استعرضناهم كلهم تقريبا يعني. فان شاء الله ربنا يوفقكم وتخلصوهم على خير. وطبعا يعني حاولت ان انا اوضح لكم بس الفكرة ماشية ازاي وكده. وطبعا يعني ان شاء الله ربنا يوفقكم وتخلصوا على خير. طبعا انتوا لو محتاجين اي حاجة هتلاقوها موجودة في documentation
كل حاجة موجودة مكتوبة في دوكيومنتيشن بتاع اومنت زي ما انتم شايفين كده، او اي نت او غيره. كل حاجة موجودة. كل اللي عليكم بس انكم تفهموا بس الدنيا، وانا حاولت على قد ما اقدر ان انا اوضح لكم الدنيا ماشية ازاي. يعني الدور الباقي بس انكم انتوا تجتهدوا شوية وتفهموا الامور يعني ماشية ازاي وكده. وفي اوراق بحثية كتير للحاجات دي وكده. والموضوع بجد يعني ان شاء الله يكون فيه منفعة ليكم، وربنا يوفقكم. مع السلامة.